ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير من هنا في أرض جدة، في الجوهرة المشعة، في هذا العرس الرياضي العالمي والقمة المونديالية الكبيرة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية هنا في جدة، بين العملاقين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، هنا في عروس البحر الأحمر، العاصمة الاقتصادية للمملكة والمدينة الساحلية التي تعود نشأتها إلى ما يقارب 3000 سنة، المليئة بالأماكن السياحية والأثرية. اليوم أصبح أحد أهم معالمها هذا الاستاد، هذه التحفة المعمارية الكبيرة، الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية. ليلة مونديالية كبيرة تنتظرنا وإياكم بين الاتحاد والأهلي. محاولة اتحادية مبكرة طويلة، بعقيد طويلة وخطيرة، وكريم وردية أهلاوية، لمسة لكورنادو بين على جهة اليمين، لمسة لمحمد هاني. تجربة وتاريخ كبير جدا على مستوى مونديال الأندية، يكسب الخطأ الأهلي في هذه الأثناء على حساب فابينيو. نحن نتكلم عن يوصل ميدان، يبحث عن حلول، ضغط عالي من جانب فابينيو، لا زالت عاشور يبحث عن حل، تقطيرة، حجازي تدخل، الشحات تسديدة، يا إلهي في أحداث هذه القمة، التسديدة القوية من حسين الشحات اللي يملك أرقاما مدون. زكريا يتدخل، يعيدها لكورنادو، تدخل آخر، خطأ آخر، توقف آخر، إثارة أخرى، العودة يحافظ على كوتا، يبحث عن مرور، ولكن العودة السريعة، روح الشباب، قضية خطيرة، رمى وكرة، يا إلهي مستحيلة، لقطة ولا أروع. الشناوي خطيرة أهلاوية، وفرصة وكرة، يا إلهي أي فرصة يا هاني، أي لقطة جميلة لمصلحة جاي مهند، لكن التغطية من الدفاع واللعب بعد ذلك يستمر، الكرة خرجت إلى وجود خطأ ضد مهند شقيقي ولمصلحة كانتي مر كانت عرضية، يا إلهي لم تكتمل نادي تشيلسي. طويلة الكرة، تغطية دفاعية، جميع الهدوء من أجل متابعة ما حدث في اللقطة الماضية في كرة حسن كادش أمام كهرباء، ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا. حكم المباراة من فنزويلا، لمسة اليد، الحكم أشار إلى ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء على حسن كادش، يحصل النادي الأهلي على ركلة جزائية قبل أن تكتمل الدقيقة 20 في أحلى المعيوف. انتظار معلول، يا أهلي عالمي، نعم أهلي عالمي. الهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي من علامة الجزاء، معلول التاريخ، بلمسة إلى كهرباء حطها طال عبد المنعم مع معلول، تدخل في اللقطة الماضية، وبعد ذلك رمية جانبية اتحادية أو وجود خطأ بالفعل لمصلحة كورنادو. بالسلامة إن شاء الله لكورنادو. كورنادو العرضية رأسية لكنها بعيدة جدا من جانب رومارينيو، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. رومارينيو حاول في اللقطة الماضية لكن كرة لمسة لكورنادو، محاولة بتمريرها لكريا، وبيرسي حاول يسوي الكرة ذلك بين عناصر الفريقين. فابينيو بلمسة أمامية، كورنادو باليمين، بيرسي حاول بيرسي لكنها طارت، يا إلهي لقطة في منتهى الخطورة مرة ثانية. فرصة للعبيد بلمسة باتجاه كانتي، يصل معلول الكرة لكن التغطية دفاعية ما أكثر من لاعب. كريم يحاول لكن أمام خطي، عندها خيارات عديدة، طويلة الكرة لكن الزهر حافظ على كرته، لمن الكرة تسديدة في هذه المباراة. بيصل يحافظ على كرته، يكسب خطأ على محمد هاني. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. كانتي بتغيير اتجاه لاعب، طويلة وخطيرة، لكن كورنادو يلعب كرة عرضية خطيرة بالراحة لمعلول، والتمرير اليمين، يا إلهي ركلة جزاء اتحادية. نعم ركلة جزاء للنمور، عودة إلى أجواء اللقاء لكن ثاني مرة بنفس
الشناوي. شناوي يمنع بنزيما يبقيها على هدف أهلاوي. حلوة بالغامدي والغامدي بتمريرة لكن إجازة. يا إلهي غلط ثم كرة طويلة خطيرة تسديدة لكنها مرت جانبية. خطيرة كانت بجانبية. كادش صاحب التسديدة اللي جاي روما محاولة تسديدة لكن الدفاع تدخل. لا شيء في قرار الحكم. روما كان على اعتاب المرمى لكنه تأخر. الدفاع لم يتأخر. إمام عاشور على اليمين. عاشور تسديدة لكنها بعيدة جدا. في الأولى رجعت بعيدة وفي الأخير إلى ضربة مرمى. هنا تدرك أيضا عامل بينية جميلة وكرة. مستحيل يا اتحاد. يا الله أي كرة ضاعت. أي فرصة ضاعت. لقد كانوا على اعتاب. خطيرة شحات يحاول بلمسه. أهلي عالمي وهدف عالمي وشحات عالمي. يا إلهي لقطة ولا أروع. يا لها من لمسة. يا لها منطقة تتذكر بحطها وفرصة. يا إلهي الأهلي ثلاثية تاريخية في قلب جدة تاريخية. يا الله كورة ولا أروع. يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام. عاشور بعد لمسة الموت والأهلي عالي والأهلي عالي. إمام عاشور على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة وتسديدة يا كريم لكن عالية من كريم بنزيما. حلوة اللقطة العرضية من باب مسعود قابلها كمل للوراء تصل لمروان تسديده. يا إلهي جميلة لقطة في منتهى الروعة. مروان عطية لكن تألق المعين. وبعدها بنشوف عصابة تهريب خشب الصندل الأحمر وهم عبارة عن 3 إخوات. الصغير وبيكون اسمه جالي وبيكون شخص نسوانجي ولازم ينام مع أي بنت قبل فرحها. والأخ الأوسط واسمه جاكا وده اللي مسؤول عن الشغل وبيدور الدنيا. أما الكبير بتاعهم بقى اسمه كونداريدي وده مسؤول الشغب في العصابة والآمر الناهي بتاعهم. وبنشوفوا الشرطة وهم جايبين بوشبا مطعم عشان يقابل أفراد العصابة وبيقولوا له إحنا عارفين إن الشرطة عذبتك عشان تقول على مكان البضاعة لكن ما قلتش. وبيسألوه على مكان البضاعة لكن بوشبا بيطلب منهم 50,000 روبية عشان يتكلم وبيدفعوا له الكفالة وياخدوه معاهم في العربية. ولما بيوصلوا المكان بيقولوا له البضاعة فين؟ احنا مش شايفين حاجة. لكن بوشبا بيضحك لأنه بيكون رمى العربية بالبضاعة في البركة وبيدوا له 50,000 روبية. ولما بيروح يركب معاهم العربية مش بيرضوا يركبوه وبوشبا بيحس بالإهانة فبيقوم رايح شارع عربية بالفلوس اللي أخدها كلها. وبيروح عند العصابة وبيدخل الأخ الأكبر زعيم العصابة ويضرب 2 عشان بلغوا الشرطة عنهم. وبتكون المشكلة إن الشرطة عرفت كل الأساليب اللي بيقدروا يخبوا بيها الخشب ويهربوه. لكن بوشبا بيتكلم ويقول له انا عندي طريقه نقدر نهرب بيها الخشب من غير الشرطه ما تكشفنا بس مش هقول اي حاجه غير لما نبقى لوحدنا. ولما الناس بتمشي بوشبا بدماغ قنبله ذريه بيقول لزعيم العصابه انهم هيجيبوا عربيات لبن ويقطعوا نصها ويحطوا في النص التحتاني خشب ويلحموا عليه من فوق حديد وبعدها يحطوا النص الفوقاني ويلحموه ويحطوا اللبن فيه. ولما العربيات بتعدي على الكمين بيكون اللي موجود قدامهم هو اللبن. وبعدها بنشوف زعيم العصابه وهو بيقول لبوشبا انا هديك 50,000 روبية على كل حمولة. لكن بوشبا بيقول له لا انا عايز 4%. زعيم العصابة بيقول له 4% يعني 40,000 بس انت كده هتخسر 10,000. وبعدها بنشوف صاحبه بيقول له انت ليه ما قبلتش بال50,000 انت كده خسرت فلوس. لكن بوشبا بيقول له انا لو اخدت منهم ال50,000 هبقى شغال عندهم لكن لما اخد منهم 4% هبقى شريكهم. ولما بيروح بيلاقي بنت جميلة واقفة في الشارع وبيعجب بيها وبقى كل يوم يروح عندها ويقف قدامها ويبص لها ومستني تبص له لكنها مش بتعبره. وبعدها
بنشوف بوشبا وهو بيتفنن في نقل البضاعة، مرة في عربية إسعاف ومرة في عربية فرح. لكن بيجي يوم والظابط بيروح عند العربية ويخبط على النص التحتاني والنص الفوقاني، وبيعرف إن اللي فوق لبن واللي تحت خشب، وبيمسكوا السواقين وياخدوهم جوه، ومع أول ألم بيعترفوا ويقولوا له إن اللي عمل كل ده بوشبا. وبعدها بنشوف صديق بوشبا وهو رايح عند البنات دي وبيقول لهم أنا هديكم فلوس تدخلوا بيها السينما بس بشرط واحد، إن صاحبتكم تبص مرة واحدة لبوشبا. والبنات بتاخد منه الفلوس بعد ما أقنعوا صاحبتهم. وفي اليوم اللي بعده بيروح عند بوشبا والبنت بتبص له وتضحك له لكنه مش بيبقى مصدق، فبيروح وراها ويقول لها انت كنت بتبصي لي وتضحكي لي عشان معجبه بيا صح؟ فالبنت بترد عليه وتقول له الفلوس بتعمل المعجزات يا ابني والله، وبتقول له ان صديقك اداني فلوس عشان ابص لك واضحك لك. وبعدها بيروح عند صاحبه اللي بيجري منه وبيمسكه يقول له انت دفعت قد ايه؟ بيقول له 1000 روبيه. قال له ضحكه ب1000 روبيه؟ ده الاسعار ولعت. فبيقول له طالما انت بدات الموضوع يبقى تاخد 5000 روبيه وتروح تقول لها تبوسني.